السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى هنعمل سلطة طحينة انما حكاية بجد. هنعملها بقى مع المشويات، مع اسماك، مع فراخ، مع اي حاجة تمشي. خلاص كده. بصوا بقى، اول حاجة كده حطيت بتاع فصين توم مفرومين، وبعد كده جبت كمية الطحينة بتاعتي اللي على حسب الكمية اللي انا عايزاها. هنا عايزة بقى تحطي طحينة من السرجة براحتك، عايزة تحطي طحينة جاهزة براحتك. هنا حطيت بتاع 4 معالق كبار طحينة، وبعد كده هاجيب بقى إيه مَيّة سخنة، واحطها وازود كده على الطحينة واقلب. يعني إيه، ما احطش مرة واحدة، لأ احط شوية شوية كده المَيّة عشان ما تكترش معايا وتبقى مَيّة كده، الطحينة تبقى مَيّة، لأ أنا مش عايزاها كده. بُصّوا هنا إيه، باقلّبها أهو، كده التوم بيدوب مع المَيّة السخنة، وما تعمليهاش بمَيّة باردة خالص، لإن في ناس تقول لِك اعمليها بمَيّة من الحنفية، لأ ما بتبقاش حلوة خالص، وبتبقى الطحينة سايبة خالص أكنها مَيّة. هنا زوّدت شوية مَيّة، وبعد كده حطيت معلقة ونُص كده خل، تمام. وحطيت بتاع معلقة زيت كبيرة، برضه على حسب، كل ده على حسب الكمية. عايزة تزوّدي يبقى بتزوّدي المكونات اللي أنتِ بتحطيها، عايزة بتقللي برضه الحاجات اللي أنتِ تحطيها. بُصّوا هنا حطيت برضه نُص ليمونة وربع معلقة كمون صغيرة. بس بجد جرّبوا الطريقة دي، والله أنا مش باقول لكم باعلّمكم ولا الكلام ده، لأ طبعًا، أنا باقول لكم إيه طريقتي اللي أنا باعملها، وما دام حاجة طلعت حلوة فباقول لكم عليها، وصفتي مثلًا أو حاجة أنا جرّبتها فباقول لكم عليها. زي ما أنتم شايفين كده، هاحط برضه شوية فلفل أسمر مش كتير عشان ما تبقاش إيه، سلطة الطحينة غامقة. بُصّوا بقى، إحنا مهما ناكل مثلًا لو جبنا أكلة كده من برّه ساعات ومعاها سلطة طحينة مثلًا أو كده، ما ناكلهاش خالص، ولا اللي عندي يعني بيرضوا ياكلوها الصراحة. فلازم أنا أعمل سلطة طحينة، بجد سلطة الطحينة في البيت تحفة. وبرضه حطيت الملح، ما تحطيش برضه كتير، أي حاجة ما تحطّيهاش كتير عشان تقدري إن أنتِ لو فيها مثلًا حاجة ناقصة أو كده أو حاجة زايدة، تقدري إن أنتِ إيه، تصلّحيها على طول. فأنتِ كده في أي حاجة حُطّي الحاجة شوية، شوية، وبالذات الملح. خلّوا بالكم عشان في ناس كتير بتملّح الحاجة فبتبوظ منها بصراحة. بُصّوا بقى، هنا قلّبت كويس جدًا، جدًا أهو، وأحط شوية إيه كمون تانيين أهم، وأفضل إيه أقلّب. بجد جرّبوا الطريقة بالوصفة دي حلوة أوي، وتنفع بقى مع أي حاجة، أي حاجة، يعني مش شرط دي سلطة طحينة خفيفة جنب مش عارفة السمك. في ناس كده تقول لِك لأ أنا هاعمل التقيلة مش عارفة جنب إيه، الخفيفة جنب إيه. بُصّوا دي تنفع مع أي حاجة. هنحط بقى شوية شطة كده في النُص نزيّن الطبق يعني، عشان يبقى لينا نِفس كده ناكل بشهية مفتوحة. بُصّوا بقى، جرّبوها ويا رب تعجبكم، وربنا يحسن ما بين إيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.